الآية دي مش مجرد تحذير، دي بداية الطريق لعالم غامض، عالم فيه أسرار مظلمة وأماكن مسموح ل1% بس من البشر إنه يدخلها، والباقي ممنوع حتى يعرفوا إيه اللي بيحصل جوا. تخيل مكان في قلب غابات كاليفورنيا بيجتمع فيه رؤساء أمريكا وملوك النفط وقادة السلاح، مش عشان يناقشوا ميزانية دولة ولا صفقات، لا، دول بيجتمعوا علشان يلبسوا لبس غريب ويوقفوا قدام تمثال بومة طوله 12 متر ويقدموا قربان للنار في طقوس وثنية عمرها آلاف السنين. النهارده هنقتحم أسوار بستان البوهيمان، النادي السري اللي بيتحكم في مصيرك وانت مش حاسس، وهنعرف ليه القنبلة الذرية اتولدت هناك، وايه علاقة رؤساء العالم بآلهة الكنعانيين القديمة. جهز نفسك واستعد لأنك داخل على فيديو دسم. ومن غير كلام كتير، أنا كريم فراج، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بستان البوهيمان ده نادي تأسس سنة 1872 على ايد الممثل المسرحي الانجليزي هنري ادوارد، وكان هدف المكان ده في البداية انه يكون بعيد كامل البعد عن اي حد فضوله جايبه، بس مع الوقت اتحول لقاعدة لعالم سري بتتحكم فيه النخب العالية. مساحته 2700 فدان، موجود في شارع بوهيما رقم 20601 في مونتريو كاليفورنيا، والغابات حواليه كثيفة جدا لدرجة ان اللي يقرب منه يحس انه محاصر، وكأن الاشجار او الطبيعة نفسها بتحرس المكان. المقر الرسمي للنادي في سان فرانسيسكو، بعيد عن اي عين فضولية، وكل اللي بيدخل المكان ده بيسمع اصوات غريبة وهمسات وسط الاشجار. وكل صيف لمدة حوالي 3 أسابيع النادي بيستضيف أقوى وأغنى رجالة في العالم، صحفيين كبار وكتاب ومغنيين وفنانين وقادة شركات نفط وسلاح وطاقة كهربائية ونووية، وكل دولة تحت حماية مش طبيعية. رؤساء سابقين وحاليين للولايات المتحدة وأوروبا، متقاعدين عسكريين وقادة اللوب الصهيوني واليهودي، وكل واحد ليه مكانه الخاص وطقوسه السرية، واللي بيحاول يخالف القواعد بيمنع نهائيا من الدخول. وبعض الروايات بتقول انهم كانوا يعاقبوه بطريقة غامضة محدش يعرف عنها حاجة. الناس اللي ذكرتها دي كلها لو تلموا في أوضة واحدة العالم كله بيتحرك من تحت ايدهم من غير ما حد يحس، والأعضاء مسموح لهم انهم يستضيفوا شخصيات كبيرة، بس بعد تدقيق شديد. ما ينفعش تجيب معاك زوجتك او اهلك او عيالك او اصحابك العاديين، وده جزء من الطقوس اللي بتتعمل هنا، لان اي شخص غير مؤهل بمجرد دخوله بينقل طاقة سلبية للمكان. وبعد 40 سنة عضوية الراجل بياخد لقب الحارس القديم، ومكانه كمان محفوظ علشان يعمل محادثات بشكل يومي، وكمان بيكون ليه شوية مميزات مش معروفة لأي حد، زي التحكم في معلومات عن كوارث ممكن انها تحصل من قبل ما اي حد يعرف حاجة. شعار النادي ده كان جملة غريبة بصراحة انا مش فاكرها، بس هي كانت تقريبا نسج العناكب ما تقربش هنا او ما تجيش هنا، حاجة زي كده. ومعنى الشعار ده ان الصفقات والمشاكل اللي برا ما توصلش للاعضاء، لكن الحقيقة يا عزيزي المشاهد عكس كده تماما. ده اكتر الصفقات السياسية والخطيرة اتعملت جوا البستان ده، زي اجتماع سبتمبر سنة 1942. تخيل معايا في عز حرب العالمية الثانية والعالم كله شغال بيولع في بعض، اجتمع اكبر العلماء والسياسيين في البستان وقرروا مصير البشرية هناك. لا يا كريم وضح لي اكتر. أوضح لك. خرجت فكرة مشروع منهاتن لإنتاج القنبلة الذرية، السلاح اللي مسح هيروشيما وناغازاكي من الوجود. ركزوا معايا إنه بدأ هناك كفكرة، خلينا نقول إن المكان ده غرفة عمليات للعالم من وراء الستار. كانوا بيرمزوا للبستان ده برمز البومة واللي معناها المعرفة، لكن في الثقافات القديمة البومة كانت تعرف بإنها رمز الموت والأسرار. التمثال ده طوله 12 متر زي ما قلنا في البداية، مصنوع من الصلب وواقف على بحيرة جوا البستان، وتصمم على ايد نحات واثنين من رؤساء النادي سنة 1920. ومن هنا هنفتح قصة أليكس جونز. في سنة 2000 جونز قرر يعمل المستحيل، اقتحم الأسوار والأسلاك الشائكة اللي كانت موجودة هناك واستخبى وسط الأشجار، ولبس لبس عادي علشان يندمج وسط الأعضاء، وكان مخبي كاميرا سرية، واللي صورته الكاميرا السرية بتاعت جونز دي كان صدمة.
شاف طقس اسمه حرق الهموم، رجالة لابسين عبايات طويلة بألوان غريبة واقفين قدام تمثال البومة العملاق ده وبيرموا مجسم بشري في النار وسط صرخات مرعبة طالعة من مكبرات الصوت الموجودة هناك وكأنهم بيقدموا قربان. الطقس ده كانوا بيقدموه لإله قديم عنديهم اسمه ملوخ، وهنا احنا لازم نفهم مين هو الإله ملوخ أو ملوك اللي بيقولوا عليه ده على حسب معتقداتهم هم. وده يا عزيزي المشاهد ببساطة إله فينيقي كنعاني قديم، كانت طقوس عبادته بتقوم على التضحية بالأطفال، كانوا إنهم يجيبوا أطفال ويرموهم في النار علشان الإله ده يرضى عنهم ويديهم القوة. استغفر الله العظيم. بس والنظريات بتقول انهم ما كانوش بيحرقوا المجسم وبس في النار، لا ده في شهادات من ناس يشتغلوا امن او كحرس هناك بيقولوا انه كان في غرف تعذيب تحت الارض واطفال بيتم اختطافهم واستخدامهم في الطقوس دي. وكمان الحراسة المشددة ما كانتش علشان الشخصيات المهمة والرؤساء اللي كانت هناك، لا دي كانت علشان البلاوي اللي كانت بتدفن في الغابة ومحدش يعرف عنها اي حاجة. يعني الجماعة دول انا تعبت اصنفهم تبع ماسونية ولا عبدة شياطين ولا هم مين ولا عايزين. لو جيت بصيت في الدولار الامريكي في الزاوية اللي فوق على اليمين جنب رقم 1 هتلاقي بومة صغيرة جدا مرسومة بدقة عالية ما بتتشافش غير بالعدسة المكبرة. البومة دي هي بومة مونتريو، رمز بستان البوهيمان، وده معناه ان الجماعة دول مش مجرد جماعة عاديين كده بيجتمعوا كل صيف، لا ده حطوا الختم بتاعهم على اقتصاد العالم كله. وبرضو في نفس الدولار الامريكي اغلبكم يعرف الموضوع ده من جديد يعني، وكان برضو في رمز الماسونية، واللي دول هنخلوهم في حلقة كده لوحدهم يعني لقدام بإذن الله. وهنا بقى أهم جزء في الفيديو واللي هنفضح فيه أهم أعضاء النادي. عيلة جورج بوش الأب والابن، بيل كلينتون وباراك أوباما ورونالد ريغان وريتشارد نيكسون وميخائيل غورباتشوف وهنري كيسنجر وممثلين عن شركات كبيرة زي ستاندرد أويل وجنرال إلكتريك. يا رب أكون قلت كل الأسماء دي صح. وهوارد راتكليف وصفهم بأنهم كهنة النظام العالمي الجديد. حتى أوباما في سنة 2013 عمل حركة لفتت نظر الباحثين في الشؤون السرية، نقل شجرة مغنوليا من البيت الأبيض وزرعها في بيت المقدس. الشجرة دي أقدم شجرة زرعت في البيت الأبيض سنة 1830. السؤال هنا ليه الشجرة دي بالذات وليه في التوقيت ده؟ في ناس بتقول إن دي عندهم مجرد رسالة شكر للآلهة القديمة اللي بيعبدوها في البستان، وكأنهم يعني بيمدوا جذور نفوذهم في أرض الأنبياء. البستان ده مش مجرد نادي، ده غرفة تحكم في مصير العالم، مليان طقوس مخيفة وأسرار مظلمة وشخصيات بتتحكم في التاريخ من وراء الكواليس. وكل سنة نفس اللعبة، نفس الطقوس، نفس الوجوه اللي العالم كله بيخاف منها. وهل البومة اللي على الدولار هي صدفة ولا اعتراف صحيح بوجودهم؟ هستنى كل آرائكم وتفسيراتكم في الكومنتات تحت. وصلنا ل1000 مشترك، اقسم بالله انتوا بتعرفوش قد ايه انا مبسوط بالرقم ده. شكرا لكل واحد اشترك وساعدني اني احقق اول هدف لي. وبالمناسبة السعيدة دي انا عملت بوست في القناة، البوست عبارة عن اسك او اسألني، روح اكتب اي سؤال في البوست هناك علشان هنعمل فيديو كامل وهنجاوب فيه على الاسئلة دي كلها. ولو وصلت للحظة دي من الفيديو اعرف انك انت شخص محترم ومتربي وابن الناس، وشكرا والله. ولو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تنزل تحت تعمل سبسكرايب. خلينا نوصل 10,000 مشترك وبس. انتظروني في الفيديوهات الجاية، هتكون كلها اون فاير. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. في امان الله. I told you long ago on the road, I got what they waiting for.
don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over.